عارفين ان مصر خدت قرار انها تبني مدينة بحجم دول في العالم، وكمان المدينة دي هتبقى عاصمة مصر بدل القاهرة اللي بقالها اكتر من 1000 سنة. المدينة دي هي العاصمة الإدارية الجديدة اللي تكلفتها في المرحلة الأولى بس تجاوزت 800 مليار جنيه اللي أعلن عنها 2015، وصدر قرار بإنشائها بالتعاون مع دولة الإمارات المتحدة. ومن أعظم الأرقام عن العاصمة الإدارية الجديدة إنها أول ما بدأ الإعلان عنها كانت مطروحة بمساحة 170 ألف فدان، ثم بدأت تطلع قرارات حكومية بزيادة مساحتها لغاية ما وصلت ل 230 ألف فدان، يعني أكتر من 930 كيلو متر، يعني أكبر من دولة سنغافورة وأكبر من دولة البحرين وأكبر من العاصمة الأمريكية واشنطن 5 مرات. وكمان العاصمة الإدارية الجديدة غير إنها أهم منطقة لوجستية موجودة حول العالم بتخدم على قناة السويس وميناء الجلالة وميناء العلمين، فيها منطقة السي بي دي السنترال بزنس ديستريكت، ودي اللي فيها أطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 متر، غير إن حوالين البرج ده أكتر من 17 برج بيتجاوز ارتفاعهم 200 متر، ودي اللي بتشبه المنطقة الشهيرة في دبي منطقة الأبراج اللي فيها برج خليفة. أنت لو عرفت بس إحنا دفعنا كام في منطقة السي بي دي حجم استثمارات هتتصدم. احنا دفعنا اكتر من 60 مليار جنيه استثمار في منطقة واحدة بس، وهي منطقة الأعمال المركزية. ولو نزلت العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي هتلاقي أعلى ساري علم بارتفاع برج أطول من 65 دور، غير إن وزنه يزيد عن 1000 طن، وطول العلم بس أكتر من 60 متر، يعني بارتفاع عمارة أكتر من 20 دور. وكمان علشان العاصمة الإدارية الجديدة تبقى مبنية على أساس الاستدامة، يعني كل حاجة فيها متجددة ومتوافقة جدا مع البيئة، اتعمل بطول العاصمة الإدارية الجديدة النهر الأخضر أكبر حديقة مركزية حول العالم بطول 35 ألف متر، ده غير إن في منطقة خاصة بكل سفارات العالم. طيب بعد كل الأرقام دي إحنا في 2022، هل العاصمة الإدارية الجديدة لسه حبر على ورق ولا بقت واقع؟ اللي أنا عايز أقوله لك يا صديقي إن العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي بالفعل موجود فيها 34 وزارة مبنيين بالفعل، غير مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ده غير المدينة الرياضية اللي على مساحة 92 فدان بتكلفة تزيد عن 22 مليار جنيه، وفيها 4 ملاعب كرة قدم غير الخماسية وغير كرة اليد. طب ايه تاني غير المدينة الرياضية؟ هتلاقي مصلحة صك العملة والبريد المصري، ده غير مبنى البورصة، وفيها كمان هتلاقي تاني أكبر مسجد في الشرق الأوسط بعد مسجد المدينة النبوية على مساحة 62 فدان، ويستحمل عدد مصلين أو يسعى لعدد مصلين يزيد عن 17 ألف مصلي، واتبنى فيها أحياء سكنية بالكامل زي الحي الثالث المعروف بالار 3، وفي احياء فيها تانية كتير لسه بتنشأ وفي خلاص على وشك الاستلام. حضرتك لو حابب تشوف كل الكلام ده على ارض الواقع تقدر تشوف فيديوهاتنا على قناة اليوتيوب او على كل منصاتنا على السوشيال ميديا وتتابعنا، هتلاقي كل الفيديوهات اللي تشرح كل المناطق الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكل جديد بيحصل فيها هتلاقيه موجود باستمرار، وهتلاقي ان العاصمة الإدارية الجديدة في كل جوانبها تميز. وهي مش فرصة امبارح ولا النهاردة بس، لا دي هي فرصة بكرة والسنين اللي جاية كمان، علشان تعرف ازاي هتستغل الفرصة دي صح وتستثمر فلوسك في العاصمة الإدارية الجديدة بأفضل طريقة تحقق لك عائد. أكتر حد ممكن يفيدك في البوينت دي هو أنا وكل المستشارين العقاريين الموجودين في شركة ARG، ونقدر نوصلك لأعلى قيمة مقابل سعر، كل ده بناء عن الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين في العالم، بعيدا عن كلام التسويق المكرر وبعيدا عن المبالغات. احنا بنديك استشارة بخبرة على أرض الواقع، كل ده بخدمة مجانية بنسبة 100%. لو تواصلت معانا على الرقم موجود قدامك على الشاشة على الواتساب هنكون في خدمتك 24 ساعة. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.